تبقي قاعدة في أمان الله وجواكي شحنة حكاوي وتفاصيل كتير عاوزة تحكيها، تروحي بقى وهو سايق أو قاعد ماسك الموبايل وبيلعب جيمز، تبدأي تتكلمي وتتكلمي وتتكلمي، وفجأة تلاقيه باصص في الفراغ أو بيرد عليكي أو طيب أو تمام، أو الألعن من كده أصلا إن هو مش سامعك. ساعتها بقى بيتحرق دمك وتنزلي بالاسطوانة. انت بتطنشني، انت ما بقتش تهتمي بيا، كلامي مش مهم عندك. لا يا ست البنات، هدي اللعب كده واقعدي وصحصحي معايا، عشان الراجل في اللحظه دي مش بيطنشك قاصد، الراجل مخه قفل. انا نبيله البدوي النهارده جايه افكلك الشفره دي بالورقه والقلم. افتحي لي مخك ويلا بينا، تعالوا نجيب الحكايه من ورا الستار من عند دكاتره علم النفس والاعصاب. مخ الراجل بيختلف تماما عن مخ الست في طريقه الادراك والتركيز. الست ممكن تطبخ وبتذاكر للولد اللي في ثالثه ابتدائي مع صوت الغساله وهي بتعصر، وكل الابواب دي مفتوحه وشغاله في نفس التانية، كفاءه عاليه جدا. مخ الراجل بقى عباره عن صناديق مقفوله ومفصوله عن بعضها، صندوق للشغل، صندوق للماتش، صندوق للسواقه، صندوق ليكي. لما الراجل بيفتح صندوق معين وليكن صندوق السواقة أو الجيمز، مخه أوتوماتيك بياخد قرار يفتح باب واحد بس للمهمة اللي في إيده، بيركز فيها 100% من طاقته. هو مش سامعي بجد ومش بيمثل ولا بيطنش، هو برمجته كده. استني يخلص المهمة دي الأول وبعدين افتحي معاه الباب التاني. ونيجي بقى للمطب الشهير، لما يكون قاعد بيتفرج على الماتش للأهلي أو الزمالك أو لريال مدريد وقاعد على أعصابه، وتيجي انت في نص الهجمة المرتدة وتقولي له على فكرة طنط منى اتصلت وقالت لي كذا كذا كذا. طبعا هو هيعمل لك ايه؟ يا اما هيقولك اه وهو اصلا مش معاكي، يا اما هيتعصب عليكي ويقولك مش وقتك خالص. انت هنا بتاخدي الموضوع على كرامتك وبحساسيه مفرطه، يعني حته جلده منفوشه هوا اهم مني؟ يعني اصحابك اللي بتلعب معاهم على القهوه الجيمز اهم من مشاعري؟ الموضوع ملوش اي علاقه بغلاوتك ومقامك في قلبه. الفكره ان الكائن ده لما بيلعب او بيتفرج هو بيفصل من ضغط الحياه والشغل، هي دي بقى بتبقى مساحته الخاصة اللي بيشحن فيها طاقته. فلما بتدخلي انت بقى في التوقيت ده بالذات، انت كده مش بتكلميه، انت كده بتعملي شوشرة على الصندوق المفتوح، فراداره بيجيب ايرور فورا. من اكتر الاوقات اللي بتولع نار وقت السواقة في شوارعنا المحروسة، الراجل سايق والشوارع زحمة، واحد كده راكب ميكروباص بيكسر عليه من اليمين وتوك توك طالع من الشمال وهو عينه في وسط راسه ومستنفر كل خلايا مخه عشان يوصلك بالسلامة، تقوم انتي قاعدة جنبه في الكرسي وبكل هدوء بتفتحي موضوع مصيري. احنا لازم نشوف حل الموضوع مصيري في المدرسة. هو بقى بيبصلك ويرد عليك او بعدين روح انتي رد عليه وقايله له انت دايما بتهرب من المسؤولية وما بتسمعنيش. يا بنتي حرام عليكي، الراجل سايق، خد دلوقتي في حالة تأمين وبقاء. لو ركز في كلامك وسرح دقيقة واحدة تعمله حادثة. هو مش بيهرب، هو مخه قفل باب النقاش وفتح باب الطريق والفرامل والدواسات. الست الذكية بتبقى قاعدة جنب جوزها وهو سايق اسمها هادية، يا إما بتشغل حاجة هادية ولطيفة يا إما بتأجل الكلام لحد ما العجلة تقف ويدوس فرامل اليد. عشان تكوني الست الشيك والذكية اللي بتعرف تاخد كل حاجة هي عايزاها وبدون خناق، محتاجة كتالوج نبيلة البدوي. دوري على التوقيت الصح. الاهتمام والكلام محتاجين وقت ذكي، بلاش وقت الماتش، بلاش وهو شادد دركسيون العربية، وبلاش وهو ماسك الدراع وبيلعب. استنيه لما يخلص يقفل اللعبة ويغير هدومه، كمان يقعد يشرب كوباية الشاي. ساعتها روحي وافتحي الصندوق بتاعك براحتك، اعملي تنبيه لمخه قبل ما تدخلي في الموضوع، اعملي له عملية تحفيز وتنبيه. قولي له حبيبي لما تخلص الجيمز عايزة اخد رأيك في موضوع دقيقتين. الجملة دي بتخليه يبرمج مخه انه بعد شوية هيقفل الباب ده ويفتح الباب بتاعك انتي. بلاش النكد الفوري، لو لقيتيه مش سامعي بلاش تقلبي وشك وتعملي قصة، اضحكي وقولي له انا عارفة ان مخك قفل دلوقتي، هسيبك تخلص واجيلك. الحركة دي بقى بتخليه يحترم ذكائك جدا، وهو من نفسه اول ما يخلص هيجيلك على طول هيقولك ها يا قمر كنت عايزة ايه. احنا الستات عندنا موهبة جبارة التحليل الدرامي، تلاقي الموقف تافه جدا وليه تفسير علمي بسيط، بس احنا بقى نعمل منه مسلسل تركي
30 حلقة. هو مش سامعك عشان مركز في الجيمز. سيرك انت بقى، اكيد بيكلم ست تانية وبيتجاهلني. هو اصلا مش مركز في كلامك عشان الماتش شغال. تفسيرك انت، اصلا انا خلاص ما بقتش عاجباك. كل دي اوهام بتخربي بيها على سلامك النفسي، وبتعكنني بيها على نفسك وبيتك. الراجل ابسط من خيالك الواسع ده كله يا ست الكل. الراجل بيفصل غصب عنه. بلاش تدي كل حاجة اكبر من حجمها، وعيشي بوعي وفهم بطبيعة الشريك اللي معاك عشان المركب تمشي في هدوء. الراجل زي ما هو مطلوب منه يديك الاهتمام والحب والاحتواء، هو كمان محتاج منك مساحة من الحرية. محتاج يسيب تليفون الشغل ويفصل من زن المدير والطلبات العادية، ويقعد ساعة في اليوم يمارس فيها تفاهته الخاصة، سواء بيلعب بلاي ستيشن، سواء بيتفرج على الكورة، او حتى باصص للسقف ما بيعملش حاجة. المساحة دي هي اللي بتخليه يرجع لك رايق وفايق. لما بتخنقي المساحة دي وتعتبري ان اي وقت هو مش باصص فيه في وشك، انت كده للأسف بتهدي البيت بايدك. الست اللي واثقة من نفسها بتسيب جوزها يتنفس، وبتستغل الساعة دي في انها هي كمان تهتم بشياكتها وأناقتها، عشان لما يتقابلوا تفتحوا مع بعض أجمل صندوق في الحياة. وفي نهاية الكلام لكل ست بتسمعني ودمها محروق، الراجل مش مكنة، الراجل ملوش ريموت كنترول. لما تلاقيه قاطع اعرفي ان مخه قفل كل الابواب وفتح باب واحد بس للمهمة اللي في ايده، فاستنيه يخلص. وما تنزليش بمستواكي لدرجة الزن والشكوى اللي طبعا بتقلل من هيبتك وشياكتك. والكل راجل بيسمعني، احنا مقدرين صناديق مخك يا سيدي وبنحترمها، بس اول ما تخلص الماتش والسواقة افتح باب الست الغالية اللي مستنياك بكامل طاقتك وأدبك وتقدير، عشان لو الباب ده صدى وقفل مش هتلاقي حد يحكي لك تفاصيله القمر دي تاني. فهم طبيعة اللي معانا هو نص الطريق لراحة البيت. خليكي دايما الست الذكية اللي بتعرف تفتح كل الأبواب المقفولة بكلمة حلوة وتوقيت صح. عيشي غالية واعرفي قيمة نفسك، وسيبي الصناديق مقفولة لحد ما تفتحيها انت بمزاج. كنت معاكم نبيلة البدوي، واستنوني الفيديو الجاي فوقان وصراحة جديدة من قلب الواقع. وعيشوا دايما بوعي وثقة، ومع ألف سلامة.